زهران القاسمي شاعر وروائي عماني، من خلال رواياته أصبح يلقب به القناص، رجل العسل، القافي. ليه 10 مجموعات شعرية، مجموعتين قصصيتين و4 روايات حازت أحداثها على الجائزة العالمية للرواية العربية، وهي رواية تغريبة القافي. البداية مع العماني زهران القاسمي كانت من خلال الشعر اللي ما تخلاش عنه، لأن أحدث مجموعاته الشعرية كانت في 2019 بعنوان أوسطت عليك الباب وبقيت سجينا في الخارج. للعلم أنا عاجبني العنوان قوي، بالإضافة لإحساسنا وإحنا بنقرأ رواياته كمان بحرصه الشديد في اختيار جمله. وبعدين عندنا مجموعتين قصصيتين بعنوان سيرة الحجر من جزئين، ومن خلال مفردات القرية بينسج زهران القاسمي حكايات عن الجبال، الأشجار، الأودية، البيوت، المساجد، العيون، واللي شاف البعض كأنها سيرة للمكان العماني. أولى روايات زهران القاسمي كانت بعنوان جبل الشوع، والشوع هو نوع من الأشجار الجبلية يعرفها العمانيين كويس أوي. يمكن ده جزء من رؤية زهران القاسمي لمهمة الروائي، إن هو يغوص في أعماق تراث بلده ويستخرج من المستخبي. في الرواية 4 شبان بتضطرهم الظروف إن هم يسيبوا قريتهم ويروحوا لمسقط، وبعد كده بتتفرق الدروب والطرق، وكل واحد بيبقى ليه مسار مختلف في فترة زمنية من عشرينيات إلى سبعينيات القرن الماضي، بمعنى عمان في فترة ما قبل النفط. والرواية اتحولت لمسلسل إذاعي فيما بعد. الرواية الثانية القناص، صالح بن شيخان بيقرر خوض مغامرته الجبلية الأخيرة عشان يحقق حلمه إن هو يصطاد الوعل الكبير عشان يكون جدير بلقب القناص. في الرواية عندنا 3 أبطال، القناص، الطريدة أو الوعل، وفي بطل ثالث يمكن بيتكرر في روايات زهران القاسمي وهو المكان. فلو أنت عايز تشوف جبال وبيئة عمان أنصحك بروايات زهران القاسمي. رحلة الصيد كان ليها تأويلات تانية، زي ما كتب الروائي المصري هاني القط إن الموضوع مش صيد الوعل، لكن هو فكرة البحث عن الحلم، وبالتالي فاللذة الحقيقية مش من خلال صيد الوعل، لكن هو المغامرة. وأول ما يتحقق الحلم أو صيد الطريدة بيدور الإنسان على حلم أو صيد جديد. أعتقد أن رحلة البحث عن الحلم هي رحلة فردية بشكل ما، وبالتالي هنلاحظ وحدة القناص أو الصياد واعتماده على نفسه بشكل كبير، ومثلا عدة الشاي اللي بياخدها معاه في الجبل اللي شبه عدة شاي زهران القاسمي اللي ممكن نشوفها على حسابه على الفيسبوك. طموح الإنسان اللي ما بينتهيش وسعيه الدائم للمزيد من الشغف، من المغامرة، الحصول على اللذة بيخليه في حالة من الجوع الدائم، جوع اللذة أو جوع العسل، هي الرواية الثالثة لزهران القاسمي. زي ما شفنا في جبل الشوع 4 أصدقاء بتتفرق بيهم الدروب، برضه هنشوف في جوع العسل 3 أصدقاء هتفترق بيهم المسارات سعيا للوصول للعسل الجبلي في جبال عمان. 3 مسارات بتعكس طرقنا للبحث واكتشاف ذواتنا والوصول لهدفنا أو لذتنا. زهران القاسمي نموذج للروائي اللي تقدر تعتبر ان رواياته هي أجزاء من شخصيته، وانا هنا ما بتكلمش ان هي أجزاء من سيرته الذاتية أو أجزاء منها، لكن مثلا ان زهران القاسمي مشاء بيحب يمشي كتير في الجبال، ورغم الصمت الا ان هو بيقدر ينصت لاصوات كائنات الجبال زي حشرات او حفيف الاشجار. وبالتالي كان جزء مهم من مشروعه هو تقديره للطبيعه وانصاته ليها وتوحده معاها، وعرضه للبيئه والقريه العمانيه في رواياته بعيدا عن صخب المدينه. المشي بيشكل رحله لاكتشاف الوجود، لاكتشاف الذات، لاكتشاف اللذه، لاكتشاف اصل الحياه من خلال صيد وعل او البحث عن العسل الجبلي أو الماء ومنابعه. دلوقتي نروح للرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية، وهي رواية تغريبة القافر، والقافر هو مقتفي أثر الماء. الطبيعة العمانية ليها خصوصية فيما يتعلق بموضوع المياه، وهو نظام الأفلاج. الإنسان العماني القديم اكتشف وجود المياه متخزنة في أماكن مرتفعة عن سطح الأرض في طبقة صخرية، فكان عليه إن هو يحفر في الطبقة ديت وبعدين يمد ممرات للمياه تاخد المياه من فوق وتنزل على الوديان عشان يقدر يزرع.
بطل روايتنا سالم بن عبد الله ابن جميل واحد من اللي بيقطفوا اثر المياه، وبالتالي بيعرف مكان الميه، بيشق في الصخر ويمد القنوات. تغريبة القافر رواية رحلة البحث عن مصدر الحياة أو المياه، لكن زهران القاسمي خلى لبداية ونهاية بطله شكل أسطوري بشكل ما، وحتى حياته هو أمده بموهبة إن هو يقدر يعرف المية فين من خلال سماعه لخرير المياه ورا الصخور. خلينا نتكلم عن نقطة أسطورية دي. بداية الرواية مع الأم الخياطة الماهرة اللي بتسمع صوت دقات عنيفة جدا في راسها ما بتهداش غير لما تحط دماغها في المية، وفي النهاية مية البير بتناديها فبتغرق فيها. بعد انتشال جثتها بنعرف إن هي حامل، لكن في شيخ بيقول وجوب دفن الجنين مع الأم، إلا إن في لحظة بنلاقي الجدة كادية بتشق بطنها وتخرج لنا بطل الرواية سالم. مشهد يعتبر أسطوري وناس هتقول أسطرة الواقع وواقعية سحرية وغيره، لكن خلال لقائي مع الكاتب زهران القاسمي أو حتى وأنا بحضر الحلقة فكرت إنه مشهد طبيعي جدا في زمن ما كانش فيه مستشفيات، أوض عمليات قيصرية، وإلا ما كانتش المذاهب اختلفت في حكم إخراج الجنين من الأم الميتة. وكمان نبهني زهران إن في الماضي الناس كانت بتعتمد في تفسيرها على الظواهر على فكرة الماورائيات من عفاريت وجن وغيره، وخاصة إن إحنا بنتكلم عن قرية عمانية في زمن قديم، وعشان كده كانت موهبة سالم محل شك أهل القرية. الشك والتفسير الغرائبي بمصطلح زماننا وربط الموهبة بالجن والعفاريت بيحول حياة شخصيات تانية لمأساة، زي الأب وحزنه الشديد على مراته بعد وفاتها وضحكته الغريبة اللي كانت مسار تساؤل أهل القرية، وشخصية الوعري اللي حتى أمه أنكرته وهو طفل، وده أدى إلى انعزاله بعد كده عن الناس لما كبر. ده بيخلينا نسأل هل ده السبب في جملة لا كرامة لنبي في وطني؟ ان بدل ما يتم تقدير الموهوب بيتم تهميشه او انكاره او عزله او حتى احيانا محاربته، رغم ان سالم كان السبب في اعاده الحياه لقريته بعثوره على المنبع والمكان الحقيقي لوجود المياه، الا ان ده ما منعهمش ان هم يوصفوه ان هو مجنون عشان كان بيحاول يدور على الميه برضه بس ورا صخره كبيره جدا. عجبني تاثر زهران القاسمي بالموروث الانساني العربي والعالمي. هنشوف شخصيه بوعيون الشبيه بشخصيه زرقاء اليمامه، الشخص اللي عنده حدة بصر وبصيرة لكنه ما يقدرش يمنع المصير، وكمان اوديسيوس اللي كانت المية بتشكل جزء كبير من حكايته، وبينيلوبي مراته اللي كان بتغزل توب الصبح وتفكه بالليل منعا ان حد يجبرها انها تتجوز حد غيره انتظارا لعودته، زي ما نصر برضه كانت بتغزل صوف الاغنام انتظارا لعودة سالم. وبشكل عام تحس ان ابطال الرواية ابطال تراجيديين، ابطال رايحين لمصيرهم حتى لو كانت نبهوا من خلال رؤية او حلم قبلها، إلا إن زهران نبهني في اللقاء برضو إن ده ميل إنساني أصلا لتفسير الأحداث على رؤى سابقة، خاصة إن إحنا كمان بنتكلم عن وعي جماعة في قرية عمانية في زمن قديم معتمدة على تفسير بالماورائيات عموما. ومن خلال قرايتي للرواية حسيت إن وصلتني رسالة بشكل ما. الرواية طبعا هي بحث عن أصل وسر الحياة، وهي المية المختزنة في حجر صلت. حسيت إن الرواية احتفاء بالحياة حتى لو كانت الحياة ديت موجودة في خط موازي بالظبط مع الموت، وده بشكل من الاشكال يخلينا ما نخافش من الموت قوي. يعني حتى من اول بدايه الروايه سالم بطل الروايه مولود بشق بطن الام الميته وجمله يخرج الحي من الميت، وكمان الافلاج اللي بتروي الارض العطشان، وخبره زهران القاسمي اللي بيدخل في عدد من المشاريع فيبدا يقرا كتير جدا عن المشروع لدرجه ان هو يخرج روايه، زي لما عمل منحل العسل ادى لكتابه روايه جوع العسل. منحل عباره عن 10 خلايا، بعد ما نجح واتطور ووصل ل 200 خليه باعوا. زهران كان اشبه بواحد من شخصيات الروايه وهو زوج اسيا اللي رضعت سالم، شخص في تغريبه برضه، بيروح قريه بيشوف أرض شبه بور يتعب ويشقى لغاية ما تتحول لجنة من المحاصيل والأشجار والنخيل، وبعدين يزهد فيها ويروح قرية تانية عشان تفضل دايرة إن هو يتعب ويشقى عشان ينتج هذه الجنات من المحاصيل والأشجار والنخيل، لدرجة إنه نسي إن ليه زوجة حملت كذا مرة وفي كل مرة كان الوليد بيموت، وكأنه هنا في مقابلة إن هو بيزرع أو بينتج الحياة في الأراضي البور في القرى قدام الموت أو عدم قدرته على إن يبقى ليه امتداد من خلال ابن أو ابنه.
كنا اتكلمنا ان زهران القاسمي شاعر، ولكن في رواياته هو بيدور كويس قوي على الجمل اللي يستخدمها. اللغه نقدر نقول ان هي العجينه المناسبه لتشكيل هيكل الروايه، فبالتالي هنلاقي التشبيهات والمجازات اللي بيستخدمها هي اقرب لموضوع الروايه. في روايه جوع العسل هنحس فعلا بتشبيهات مناسبه لفكره التذوق واللذه. وهنا في تغريبه القافر بيوصف مشاعر آسيا اللي رضعت سالم واعتبرته ابن ليها لما ناداها ماما، فكتب: بكت بحرقة كفلج نشيط رفع الصوار عن قنواته. أو وصف سالم لنصرة أول ما شافها وفضلت في وجدانه لغاية ما يتجوزها، فيوصفه بيه: سكنت في داخله مثل سكون الينابيع في قلب الحجر. هنشوف هنا تشبيهات ومجازات كلها من المية وتعبر كمان عن شخصيات الرواية. رواية تغريبة القافر رواية بتحمل بصمات زهران القاسمي في مشروعه عن المكان العماني وأسئلة البحث عن الذات ومعنى الحياة من خلال تيمة ذات خصوصية عمانية، وهي البحث عن الماء والأفلاك، من خلال أبطال تراجيديين في تغريبة ناتجة عن شغفهم بصنع الحياة، لكنهم تراجيديين كمان بسبب خوف الجماعة من موهبة الفرد. وده اللي بيخلق السؤال: الوطن هو اللي اتولدت واتربيت فيه، ولا اللي يقدر موهبتك ويديك الفرصة لصنع حياة أفضل؟ لو عجبتكم الحلقة دوسوا لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس. أنا خالد منصور وأشوفكم الفيديو الجاي.